ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم عمر من موقع فارماكوجون. في الفيديو ده هتكلم عن الدوتاسترايد، بس مش بالجرعه التقليديه، لا هتكلم عليه بجرعه 2.5 مللي جرام. لان في ناس كتير اتكلمت على الريديت او على اليوتيوب ان الدوتاسترايد بجرعه 2.5 مللي جرام هو اقوى دواء لعلاج الصلع الوراثي، وفرصه الاعراض الجانبيه بتاعته تكاد تكون مشابهه للفينسترايد او الدوتاسترايد بالجرعه العاديه. طبعا بقى سواء الفينسترايد او الدوتاسترايد فهم آلية العمل بتاعتهم تعتبر مشابهه لبعض شويه. الفرق ان الدوتاسترايد يعتبر اقوى من الفينسترايد لانه بيكبح النوعين، النوع الاول والثاني من انزيم الفايف الفا ريدكتيز. واللي ما يعرفش فالانزيم ده هو المسؤول عن تحويل التستوستيرون للدي اتش تي، يعني ده الانزيم اللي بيكون دي اتش تي. فلو جينا نبص فنلاقي ان الفينسترايد بجرعه 1 مللي جرام بيقلل نسبه هرمون الدي اتش تي اللي موجوده في بصيله الشعر بنسبه 40%. الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام بيقلل نسبه هرمون الدي اتش تي في فروه الراس بنسبه 50%، يعني في فرق حوالي 10% ما بين الاثنين. المثير بقى في الموضوع ان الدوتاسترايد لو عليت الجرعه بتاعته فانت بتلاحظ نتائج افضل عكس الفينسترايد. يعني الفينسترايد في الاساس كان بيتم استخدامه لعلاج تضخم البروستاتا بجرعه 5 مللي جرام. ليه ما بنستخدمش جرعه 5 مللي جرام لعلاج تساقط الشعر؟ لان زياده جرعه الفينسترايد مش بتزود نتائج او مش بتزود كبح هرمون الدي اتش تي في بصيله الشعر، فبالتالي الستاندرد دوز او الجرعه التقليديه بقت 1 مللي جرام لعلاج الصلع الوراثي. عكس بقى الدوتاسترايد اللي كل لما بتزود الجرعه فهو بيزود تقليل نسبة هرمون الدي اتش تي في بصيلة الشعر. يعني هتلاقي ان الدوتاسترايد تركيز 2.5 بيقلل نسبة هرمون الدي اتش تي في بصيلة الشعر بحوالي 79%، يعني قول 80%. انما جرعه الدوتاسترايد نص مللي جرام بتقلل حوالي 50% 51% فقط. ففي فرق كبير في تقليل نسبه هرمون الدي اتش تي ما بين الجرعتين. هل لو انا زودت الجرعه بتاعه الدوتاسترايد هل ده ممكن يعرضني لفرصه اعراض جانبيه اكبر؟ في الحقيقه الدراسات اللي اتعملت على استخدام جرعه 2.5 مللي جرام لقت ان مفيش اي فرق في الاعراض الجانبيه من استخدام تركيز نص او حتى تركيز 2.5 او حتى 5 مللي جرام من الدوتاسترايد. فالدوتاسترايد هو دواء امن لو رفعنا الجرعه بتاعته لحد 5 مللي جرام عادي. بس قبل ما تروح تشتري دوتاسترايد وتبتدي انك تاخد 5 اقراص في اليوم، فانا عندي كذا تعليق على الموضوع ده. لو انت شخص لسه في بدايه الصلع الوراثي فانا عند رايي ان الفينسترايد هو الخيار الافضل، وده بسبب ان الفينسترايد عمره النصفي في الدم قصير. فلو لا قدر الله كنت من الناس او النسبه القليله اللي بيحصل لها اعراض جانبيه، فلو بطلت الدواء فانت بترجع لوضعك الطبيعي في فتره قصيره. عكس الدوتاسترايد اللي عمره النصفي طويل بيقعد فتره كبيره في الجسم لحد 6 شهور عما يخرج. فلو انت من الاشخاص الحساسين للفئه دي من الادويه فالدوتاسترايد لو قدر الله عمل لك اعراض جانبيه فالاعراض الجانبيه دي هتستمر معاك لفتره اطول شويه. غير كده الفينسترايد يعتبر ارخص نسبيا في معظم الدول من الدوتاسترايد. ولو انت هتستخدم الدوتاسترايد بتركيز 2.5 مللي جرام، يعني هتاخد 5 اقراص يوميا من الدوتاسترايد، فالموضوع ده هيكون مكلف جدا، ممكن يكون شبه مستحيل لبعض الناس في بعض الدول لان الدوتاسترايد بيكون غالي. فانا شايف ان حاجه زي الدوتاسترايد 2.5 مللي جرام او 5 مللي جرام هي خيار اخير، يعني مش اول حاجه. يعني لو انت لسه في بدايه علاج الصلع الوراثي استخدم الفينسترايد عادي 1 مللي جرام بالجرعه التقليديه واستمر عليه 6 شهور وسنه وشوف النتيجه بتاعتك والاعراض الجانبيه. لو لقيت ان النتيجه مثلا متوسطه او متواضعه وعايز تضيف حاجه اقوى ممكن ان انت تبتدي تستخدم الدوتاسترايد بتركيز نص وبعدها ترفع الجرعه بالتدريج بالتوافق مع النتائج والاعراض الجانبيه اللي انت بتلاحظها. انما ما ينفعش ان انت تكون مثلا لسه شاب عندك 20 سنه او 21 سنه وهتبتدي تعالج الصلع الوراثي وتنط على طول للدوتاسترايد 2.5 مللي جرام. انا شايف ان هي جرعه عاليه جدا ومش كل الناس محتاجاها، حتى لو فرصه الاعراض الجانبيه بتاعتها قليله او حتى لو مش هتسبب لك اعراض جانبيه. وغير كده على الرغم ان الدراسات اللي اتكلمت على موضوع الدوتاسترايد 2.5 مللي جرام ان هو مفيش اي مشاكل من استخدامه او مفيش مشاكل زياده مقارنه بالجرعه التقليديه، لان مفيش دراسات كتيره اصلا اتعملت عن الموضوع ده، لان معظم الناس او معظم الدراسات بتتكلم عن الدوتاسترايد في علاج تضخم البروستاتا او استخدامه اوف ليبل لعلاج الصلع الوراثي، لانه مش مصرح في كل الدول ان هو يستخدم لعلاج الصلع الوراثي. فمن الافضل ان انت تسيب خيار الدوتاسترايد بجرعه عاليه لو العلاجات التقليديه ما نفعتش معاك او النتيجه مش مرضيه. ولو انت لسه في بدايه رحلتك لعلاج الصلع الوراثي فحاجه زي الروتين الثلاثي او الروتين الرباعي اللي كنت اتكلمت عليهم في القناه اللي هم الفينسترايد والمينوكسيديل والديرما هيكونوا كافيين وقويين ورخاص ل 99% من الناس. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات. لو حابب استشاره او متابعه الكترونيه عشان اساعدك في علاج الصلع الوراثي واصمم لك روتين مناسب ليك هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده واشوفكم في الفيديوهات الجايه.